وفعلا المنتخب بيكمل مشواره وبيكسب المنتخب الغيني والمنتخب السوداني بالسيناريو المتوقع، والمفروض اننا كشعب مصري نتراضى ونقول والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. بص بصراحة مش هكدب عليك، احنا فعلا اتراضينا بس مش قوي. اصل ما ايه يعني، احنا كده كده كسبانين السودان وغينيا، انما ما عملناش اللي في بالنا. طب مين اللي جاي لنا؟ كوت ديفوار. ايه يعني كوت ديفوار؟ ده احنا غلبناهم ايام دروجبا ويا توريه وجيل يعني معلم في كوت ديفوار. ايه يعني لما نلاعب ويرفيلد زاها وفرانكي سي والواد بيبي اللي كان في ارسنال وغير ابراهيم سنجاريه وسيرجيا اوريه. ايه ده، انا اتسحلت. ايه الجيل التقيل ده؟ لا كوت ديفوار منتخب تقيل فعلا، بس ايه زي ما قلت لك احنا منتخب مصر يا باشا. وبدايه الماتش كانت معتاده، جس نبض من هنا كوره من هنا لحد ما الكوره اكنها انعاش للقلب. عمر مرموش بيحط واحده في المقص وتيجي في العارضه وتفوقنا بجد. اصل يعني ايه شمر ويلعب، احنا منتخب مصر اللعيبه بتقاتل حرفيا. ما انا نسيت اقول لك، اصل الونش دماغه اتفتحت في البطوله دي، وعندي فتحي برضه اتصاب. ما بهزرش، دي حرب بجد. بس كده كده مهما كانت الاسلحه احنا عندنا اسد في حراسه المرمى اسمه محمد الشناوي اللي مفيش مره المنتخب احتاجه وجاب ورا. قائد بجد بعد محمد صلاح، متعمق ومتالق وافضل حارس في افريقيا وقتها وبجداره، ويشيل كوره بجد ما تتشالش. بس بيتصاب بعدها، ما بهزرش، يتصاب الشناوي بجد. هو في ايه بقى؟ هو احنا ما بيعيش لناش لعيبه؟ ايه كم الاصابات دي؟ اكمل لكم الماتش. ابو جبل بينزل وقتها والقلوب مش مطمنه. ابو جبل ده كان لسه كيروش بيستبعده اساسا من المنتخب، ومستواه قمه في الضحك، والزملكاويه ذات نفسهم مش واثقين فيه، وتتشاط اول كوره بس جبل يشيل. ايه ده جبل بجد جبل ما يهزك ريح. ابو جبل دخل في مود البطوله خلاص، وسمع كلمه ايه، احنا منتخب مصر يا باشا. بيتعمق لحد ما نوصل لضربات الجزاء، ويا ترى مين اللي بيودينا ربع النهائي؟ هو جاباسكي. مفيش ولا لعيب بيضيع وبيخش